السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأهلاوية في كل مكان في الدنيا، أهلا بكم إخواتي وحبايبي الأهلاوية. في الحلقة دي هنعرض لكم بعض بوستات الزملكاوية اللي ناشرينها على جروباتهم اللي بتسيء للنادي الأهلي وجمهوره، وقبل ما تسيء لجمهور النادي الأهلي والأهلي بتسيء ليهم شخصيا مشجعين لنادي الزمالك. وعشان نعرف الزملكاويه قد ايه الناس دي بتخلق التعصب وبتخلق حاله من العنف في الساحه الرياضيه، نروح كده لاول بوست معانا. هو النهارده زي ما حضراتكم كده شايفين معانا ياسمين الخطيب لتحيا مصر. جمهور الزمالك اقل من جمهور الاهلي لانه الصفوه، ومعروف ان الملوك اقل من الرعيه. ده كلام ياسمين الخطيب اللي كان فعلا يعني اقل حاجه نقدر نقولها او نعلق بيها على البوست ده، ان الاسم ده مش على مسمى، الاسم ده خساره فيكي انك تغلطي في تلات ارباع شعب مصر. تلات ارباع شعب مصر هو جمهور النادي الاهلي. لما انت تطلعي تقولي على جمهور النادي الاهلي الرعيه وجمهور نادي الزمالك هو العيله المالكه مثلا، دي مش كويس. يعني دي حاجه انا مش عايز اقولها، دي قله ذوق منك لو انت فعلا قلت كده، ومنشوره على جروبات نادي الزمالك. البوست الثاني اللي مع حضراتكم في مشجع نشر كده بوست غريب جدا هنشوفه مع حضراتكم. نادي اشمعنى المعروف بننوس عين امه حرام الساعات مقموص لان الاتحاد العربي لم يطلبه للبطوله العربيه، وقال اشمعنى الملكي بطل الدوري. يعني حاجة غريبة ومحيرة. ازاي يجيلك عين تقول اللي انت كاتبه ده اذا كان الاتحاد العربي مش هينظم البطولة اصلا الا لما النادي الاهلي يكون مشترك فيها. وده اللي فعلا بالفعل قام بيه الاتحاد العربي عشان يخلي النادي الاهلي يشترك في البطولة ديت. مكلف هاني ابو رضا نائب الرئيس الاتحاد العربي انه يقنع محمود الخطيب ومجلس ادارة النادي الاهلي انه يمثل النادي الاهلي في البطولة دي. يعني طالبين وملحين جدا على وجود النادي الاهلي نادي القرن الافريقي واكثر نادي في العالم متوج بالبطولات ان يكون في هذه البطولة. وعشان كده احنا ما بنقولش اشمعنى، انت اللي بتقول اشمعنى. فاقد الشيء لا يعطيه. شوف يا حبيبي المثل ده ودوره كده في دماغك. هل يصلح أن يكون الحمارا في سباق الخيل؟ لا يصلح. طبعا الحمار ما ينفعش يخش سباق خيل، بس برضه بيضحك على الحصان الخسران. يعني الحمار اللي ما بينفعش يدخل سباق الخيل بيقعد بره كده عشان يضحك على الحصان الخسران. فاهمين المثل؟ تعالوا معانا نقرا البوست اللي منزلينه مشجع من مشجعين نادي الزمالك. المشجع يخلق التعصب ويخلق الفتنه، وخصوصا قبل هذه المباراه. منزل ايه؟ كاتب ان نائب رئيس نادي الهلال محمد ابراهيم العليقي الله يكون في عون الانديه المصريه في وجود هذا النادي. استغرب كيف الزمالك حصد الدوري 14 مره في وجود هذا الفساد، ونحن سنلاقيهم مرتين فقط. اتحرمنا من جمهورنا، والسنة الماضية اتحرمنا من اللعب على ملعبنا، وخضنا المباراتين على ملعبهم بمصر للظلم نهاية. يعني لو انت حضرتك اللي فعلا محمد ابراهيم ناشر هذا الكلام وقايل هذا الكلام، محدش ضربك على ايدك وقال لك تعال العب عندنا السنة اللي فاتت. محدش ضربك على ايدك وقال لك تعالى العب عندنا السنه اللي فاتت. ده انت اللي كنت جاي يعني واقع والنادي الاهلي عمل لك استضافه ودفع لك الفندق وكل حاجه وقام بالمصاريف كلها، وبعدين انت الملعب بتاعك مش جاهز. اما بالنسبه للاستاذ اللي ناشر هذا البوست ومؤلفه من دماغه، انت ازاي اخدت ال 14 بطوله دول زي ما خدتهم بالظبط كده السنه اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت؟ بالاحتواء يا بيه، يا ريت ما تنساش الاحتواء هيفضل ملازمك. الاحتواء زي ما ابراهيم نور الدين كده في اخر مباراه امام سموحه عمل، هو ده اللي كان بيحصل الموسم اللي فات واللي قبليه، وضيف على كده ال 12 مره اللي قبل كده.
ال 12 مره اللي قبل كده. لو جينا نتكلم على اكبر نادي استفاد تحكيميا من فساد التحكيم هو نادي الزمالك. نقطه. مرتضى منصور في المباراه اللي قبل كده اسماعيل يوسف كلمه وقال ان مفيش ولا مليم والفندق مش عايز يدخلنا يا سياده المستشار. امير سمع الكلام وراح فورا باعت 250,000 جنيه. هو ده امير القلوب اللي العيال بتشتمه. فوقوا بقى يا زملكاويه. ده مستشار مرتضى منصور هو اللي قايل كده. طيب ما احنا لو جينا برضو نحسبها حسبه تانية يا سياده المستشار هنقول لك ايه؟ شيل ال 250,000 جنيه من حسابك او من سمسرتك في سامسونج مثلا، هيطلع لنادي الزمالك شويه ملايين كتير. انت بتضحك علينا ولا بتضحك على جمهور الزمالك ولا بتضحك على ايه بالظبط، ولا على ايه ولا على ايه؟ واللي على راسه بطحه يحسس عليها. البوست اللي بعد كده وده واحد نشره على قناه نادي الزمالك وزملكاوي، بيقول لك الناس دي وصلت لدرجه ان الافلاس والعجز والفشل انهم بقوا شايفين تجديد عقد الغندور كمذيع في القناه هو انجاز بحد ذاته، ويستحق فيديو وكواليس واسرار التجديد وكانها حاجه مهمه اصلا ولا ليها لازمه مثلا. وكل ده عشان خالد الغندور في الاخر يقول له بجد يا سياده المستشار. يعني البوست ده بجد بيعكس حال نادي الزمالك في هذه الاوقات، وبيشوف وبيبرهن الفرق الكبير والفوهه الكبيره ان بين نادي الزمالك ونادي الاهلي. بس لا تعليق، يعني فيديو وحوار وحكايه وروايه عشان مذيع او اعلامي بيجدد في قناه نادي الزمالك يطلع يتعمل له كل ده. امال لو جبت لاعب بقى مثلا زي مثلا سافيو ده او مثلا زي بيرسي ده هتعمل ايه؟ ولا موليكا اللي جاي حاليا ده هتعمل ايه؟ الله تعالى. تاني بيقول له في نفس الجروب على فكره يا جماعه، بيقول لسياده المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك، بيقول له هو انت ليه حاشر مصر وجيشها وشرطتها ليه في كل حواراتك؟ انت ومجلسك. المؤامره الحقيقيه على النادي وسبب كل العداءات مع الجميع. يعني انت المؤامره الوحيده على نادي الزمالك. يعني هو زملكاوي عشان البيه اللي بيطلع يقول كل الزملكاويه عايزاني وكل الزملكاويه وكل ادى واحد على جروب من جروبات نادي الزمالك وزملكاوي طالع يهاجم رئيس نادي الزمالك بيقول له ان انت سبب كل العداءات وسبب نكسه نادي الزمالك في هذه الاوقات. دي بعض سكرينات عرضناها على حضراتكم في جروبات نادي الزمالك وبتعكس الصورة الحقيقية على الساحة الرياضية في هذه الأحيان. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وبوستات جديدة. بوستات جديدة هعرضها على حضراتكم. يا رب أشوفكم على ألف خير وصحة وسعادة. وفي النهاية شكرا لكم والسلام عليكم.